على النائب السيد بليل عفيف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السيد الرئيس المحترم، السيد وزير العدل حافظ الأختام، السادة أعضاء لجنة الشؤون القانونية، إخواني أخواتي النواب، السيد الوزير المحترمة، إطارات الوزارتين، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة إن هذا التعديل الوارد في مشروع هذا القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي فيه من الإيجابيات كدمج محافظ البيع بالمزايدة مع مهنة مهام المحضر القضائي. طبعا هذا الذين يمارسون مهنة البيع بالمزايدة الذين لا يتعدى عددهم 236 محافظ مقابل 1000 محضر. وفي البداية توجد إشكاليات وبعض المشكلات، منها بعض ما يتعلق بهذه المهنة، مهنة المحضر القضائي، ولعل أبرز هذه المشكل الأول وهو ما تعلق بالتبليغ. المحضرون القضائيون يشتكون اليوم من عملية التبليغ. لماذا يلزم المحضر القضائي بالتبليغ إلى المتهم شخصيا؟ لماذا لا توسع هذه إذا لم يوجد المتهم شخصيا؟ لأنهم يتعبون، وكذا من مرة المحضرين القضائيين يتصلون بالمتهم ولا يجدونه. ومن المعلوم أن إذا لم يتم التبليغ الشخصي فإن هذا المحضر لا يتحصل على مستحقاته. لذلك لماذا لا تحول أو تمدد أو يتم تعديل بأن في حالة عدم وجود المتهم شخصيا أحد أقربائه أو من يمثله، وكذلك أو الاتصال بأي وسيلة كانت. ولهذا يطلب المتهمون بتسجيل كافة المعلومات، من بينهم كذلك الهاتف أو الإيميل. نقطة أخرى بخصوص المادة 11 مكرر التي تنص على إنهاء وزير العدل للمحضر القضائي لمهام المحضر القضائي عندما يصل إلى 70 سنة. من المعلوم السيد الوزير أن هذا المحضر القضائي في مكتبه لا يعمل بنفسه، وإنما يوظف عددا من المستخدمين ككتاب ومساعدين إلى غير ذلك. فعندما يصل 70 سنة، وطبعا تمدد إلى 2 ألا يمكن أن يحال، بل سيحال هؤلاء الذين يعملون معه على البطالة، ونحن في الوقت الذي نريد أن نحارب البطالة بكل أنواعها. ولهذا في الاقتراح لماذا لا قبل عندما يصل إلى 70 سنة أو 72 سنة تتاح له فرصة لكي يؤسس شركة أو شيء من هذا القبيل حتى لا تنهى مهامه، وبالتالي يحال من معه إلى البطالة. المادة 12 لماذا لا يكلفون المحضرون القضائيون، وهذا طبعا راه مطلب ملح، بتحصيل الغرامات الجزافية وكذلك التحصيل الجبائي، بالنظر إلى أنه الدولة تشتكي من نقص من يقومون بهذه العملية، عملية التحصيل. لماذا لا يشرك هؤلاء المحضرون القضائيون وتعدل هذه المادة بإضافة هذه المهمة للمحضرين القضائيين؟ المحضرون القضائيون، هذا انشغال للمحضرين القضائيين، طبعا يطالبون بتمكينهم، لأنهم يقضون وقت كبير على حسب قولهم طبعا، وهم من يخبروننا ذلك بأنهم يطالبون بتسديد مستحقاتهم وفواتيرهم بعدما يقومون بأعمالهم، لأنهم تتعطل بشكل كبير جدا. حتى منهم أن هناك من يشتكي حتى أنه يعمل، ولأنه اليوم تقريبا الصورة النمطية على المحضرين القضائيين لأنهم ناس مرفهين، وهما في بعض المحضرين مساكين غير يدور والدراهم غير يدورهم مساكين، وربما أحيانا ما يشوفهمش كاع. المادة 14 نثمن إدراج الرقمنة بإدراج التصديق والتوقيع الإلكتروني، ونتمنى حتى استعمالها. طبعا هنا نتمنى، وهي حقيقة إرادة في إطار الانتقال لعملية الحصرنة باستعمال. احنا إلى متى نبقى بطاقة التعريف الوطنية نديروا لها مازال فوتوكوبي؟ لماذا لا تستعمل؟ لماذا لا نستغل ما وجد على أرض الواقع ونستغله كذلك من أجل المساعدة؟ رابعا أو خامسا المادة 20 مكرر، هذه نقطة مهمة جدا. يتعين على المحضر القضائي
إبلاغ الهيئة المختصة في الاستعلام المالي بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنه متحصل عليها في جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. هي حقيقة جميل جدا متماشيا مع القانون الذي تم تعديله وصدق عليه البرلمان سابقا، ولكن هذه يبدو أنها نتخوف كثيرا من تطبيقها. حتى نمشي لآخر نقطة وهي لو كمل فكرتك لماذا لا يمكن المحضرون القضائيون من ممارسة العمل النقابي؟ هذا مطلب بكي يكون المحضر القضائي أنه يمكن من ممارسة العمل النقابي. أخيرا السيد الوزير، المطلب المتجدد المتكرر لخصوصا سكاننا في الجنوب ألا وهو بالنسبة للجنسية. إلى الآن السيد الوزير المحترم كاين اللي يقول لك باللي راهي كاين عمليه مشيتوا في واحد الحل واطار وقلتوا باللي انه شهاده الوفاه باللي هي اجراء استثنائي، ولكن نقول السيد الوزير بان هناك من لا يمكن ان تسجل ميلادهم ويسجل شهاده الميلاد بالنظر الى انه كاين اللي عندنا حتى الاب متوفي او مولود في سنه 1940. يعني حتى الشهود اللي شهدوا باللي انه هذا الجد مولود في هذه السنه ما بقاوش اللي يشهد، وراي حتى عندنا اشكاليه كبيره جدا في كل مره تكرر. احنا ماذا بينا حلول اخرى السيد الوزير وبارك الله فيك. شكرا.